السنغال مش عقده، العقده الحقيقيه اننا نسينا احنا مين. مصر والسنغال يا صديقي اتقابلوا قبل كده 16 مره، مصر كسبت 8 والسنغال كسبت 5 وتعادلنا 3 مرات، يعني لو حسبناها ارقام فالتفوق مصري. لكن المشكله ان الناس فاكره ان 2021 مسحت التاريخ خلاص وان السنغال بقت عقدتنا بعد خساره افريقيا والفشل في الصعود لكاس العالم، وده اللي خلى المواجهه دي بتبقى شرسه ومنتظره. بس انا بقى جاي افكرك بحاجه مهمه، ان السنغال عمرها ما كسبتنا كوره. تصفيات كاس العالم كسبونا ماتش وكسبناهم ماتش وصعدوا بضربات جزاء، افريقيا برضه صعدوا بنفس الطريقه، يعني فين السيطره؟ ومع العلم اننا كان طريقنا اصعب ولعبنا 3 ماتشات وصلوا ل 120 دقيقه وقدام منتخبات تقيله زي المغرب زي كوتيفوار، لكن هم طريقهم كان اسهل. واديك مثال على دوت، ان هم في 2023 لما قابلوا منتخب تقيل في نص النهائي زي كوتيفوار خرجوا. وهنا احنا مش بنقلل من السنغال لان هم فعلا منتخب قوي لكن ما يخوفش. فاحنا مش محتاجين غير اننا نصدق نفسنا ونثق في رجالتنا، محتاجين 11 راجل عارفين قيمه التيشيرت، عارفين يعني ايه منتخب مصر، ينزلوا يلعبوا بالروح اللي عودونا عليها من اول البطوله ويحاربوا على كل كوره، ويردوا كمان على حركات الاستفزاز اللي لعيبه السنغال عملتها النهارده. وان شاء الله ربنا هيكرمنا بالصعود، وعشان الصقر واجب ان شاء الله ده هيكون ماتش رد الاعتبار. فقول لي انت بقى شايف ايه، السنغال بقت عقدتنا فعلا ولا احنا اللي نسينا احنا مين؟